بفرق مایه قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده برن جنده بر بتاجبی آلا کردن جنده بر بتاجبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده برن جنده بر بتاجبی آلا کردن جنده بر بتاجبی آلا کردن هم خوردن مریوتی مصرفین دینیمان و قادیمان هر نشتمان دینیمان و قادیمان کرد و کردستان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده برن جنده بر بتاجبی آلا کردن جنده بر بتاجبی آلا کردن راوی کرد را بوی سرفی و شیران بابقی نشیدکن تاجی جیهان بابقی نشیدکن تاجی جیهان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده برن جنده بر بتاجبی آلا کردن جنده بر بتاجبی آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي بيف تي في الأكارم. هل تعلمون أحبائي المشاهدين بأن بعض الأسماء تشكل للمرء حين سماعها بعض هواجس الخوف والرعب، ولكن لاسم إيران تجتمع كل مصادر وأدوات الخوف والهلع لترهب السمع والبصر لدى متلقيها، فيستحضر كل مشاهد الإجرام أو الأصح الإرهاب المنظم بالتخطيط والتنفيذ لقتل كل من يعارض ولو بعض سياساته العنصرية الشوفينية بشقيه الديني والقومي، وليس فقط بشؤونه الداخلية وإنما عبر تدخلاته العديدة لشؤون جيرانه من الدول. فنرى قوات إيران العسكرية والاستخباراتية في العراق وسوريا ولبنان واليمن وأفغانستان وغيرها من دول أمريكا اللاتينية، أو عبر تحريك مرتزقتها الطائفية لزعزعة أمن واستقرار الداخل لتلك الدول. ذلك كله سنناقشه اليوم مع ضيفينا العزيزين، الأستاذ مسعود الفك الذي يخبرني الآن كنترول بأنه نتيجة خطأ تقني لم يستطع الدخول. نتمنى بأي وقت يدخل سنطرح عليه أسئلتنا. طبعا هنا لا يسعنا إلا باسمكم مشاهدينا الكرام أن نشكر من وراء الستار عناصر الكنترول، الأستاذ عبد الباقي الحسيني، الأستاذة يسرى زبير على دورهم. طبعا لا ريثما يدخل الأستاذ مسعود الفك نرحب بالأستاذ عارف باواجاني. عارف باواجاني هو رئيس حزب سربستي كردستان المحتل إيرانيا، وأيضا رئيس تحالف ليبرالي زاغروس للشعوب غير الفارسية في إيران. أستاذ عارف باواجاني صديقي العزيز، أهلا وسهلا بك، نورتنا. أهلا وسهلا بك ومساء الخير، وأهلا وسهلا لكل أهلنا في غرب كردستان في كافة أنحاء العالم. وشكرا لك أستاذ سليمان، وشكرا للكوادر وأصدقائك في هذه القناة الجميلة. الله يسلمك. أستاذ عارف، إيران يعني حقيقة ليفل صغير والكبير، رجلا أو امرأة، اسمه حين يدخل أي إذن يقشعر له الأبدان من الخوف والهلع والرعب، لأنه فعلا أصبح
تاريخيا وليس منذ الحكم الفارسي، إنما منذ أيام الصفويين يشكل رعب لدى كل شعوب المنطقة. في الآونة الأخيرة بعد عصر الخميني أصبح يشكل حتى الرعب لدى كل شعوب أو أمم العالم نتيجة تدخلاته العديدة. واليوم في لبنان نرى مرتزقته من حزب الله يقتل كاتبا وناشطا سياسيا الأستاذ لقمان سليم في لبنان. لماذا إيران وهذا الإجرام الإرهاب المنظم في المنطقة والعالم كليته؟ نعم، حقيقة إذا نتحدث عن إيران تاريخيا سابقا وحاليا ومستقبلا، الاسم والمنسبة والعمل بالعكس. يعني الجمهورية الإسلامية مثلا 42 سنة كل عملها جمهورية كافرية حسب معدلتهم. يعني الدولة يفقر شعبها وشعوب غير فارسية كمان. هدف النظام الإيراني أنه الشعب وشعوب غير فارسية وحتى شعبهم يبقى فقير وتحت تهديدهم يعني دائما. مثل ما بدأ شرحت حضرتك أنه من بداية وصول إلى الحكم هذه النظام بدأت بإعدامات جماعي، اعتقالات جماعي من بداية عمله، وخاصة في 2021 بدأت باعتقالات جديدة. لحد الآن أنا أتكلم معكم وصل اعتقالات بس في كردستان 109 أشخاص اعتقلوها بدون أي حجة وبدون أي سبب، وحتى أهلهم ما لهم حق أن يسألوا وين أبناؤنا ولماذا اعتقلتوا. يقولون لا تتحدثون للإعلام، أسبوع أسبوعين ونرجع لكم، إذا تتحدثون للإعلام راح نحكم عليهم حكم طولاني. وهذا النظام يتحدث عن حقوق البشر ويتحدث عن الحقوق فلسطين وحقوق السوري وحقوق لبنان وحقوق العراق على أساس، وهذا حالته في داخل. وإعدامات لحد الآن وصل إلى 35 شخص انعدمت من طرف النظام الإيراني بس في 2021 من كردستان، من أحواز، من بلوچستان، وأكو كم عدد أخرى بلغتهم النظام أنه عليكم حكم الإعدام وهم في انتظار إجراء العملية. فهذا يدل أنه نظام في حالة السقوط، النظام في حالة خوف والرعب شديد. يعني بدأ أن يخاف الشارع بهذه الطريقة، يسرع على إعدامات السجناء ويسرع للاعتقالات الجماعية، وهكذا في شعوب غير فارسية ليس في كردستان. في الأحواز بدأت باعتقالاتهم جماعية. يعرف أنه من كل الشعوب وقفوا ضد النظام، بس خاصة الشعب الكردي والأحواز والبلوشي فعالياتهم أزيد من الآخرين. فالآن بدأت بخوف الشوارع شعوب غير فارسية، ويعرف أنه مسألة الأمنية في داخل راحت على يعني من إيديهم ومن كنترولهم، وحتى أشخاص في مستوى عالي في مسؤولين الحكومة ارتبطوا بمنظمات أمنية العالمية. فبهذه الطريقة يسيطر على الوضع، بس يكون صعبة باعتقادي. تفضل أستاذ عارف، اليوم ميليشيا ومرتزقة إيران في لبنان قتلوا الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم يعني، وكل السياسيين اللبنانيين اتهموا إيران، اتهموا حزب الله وإيران ورائها. طبعا لقمان سليم كان قبل أيام أو قبل يوم من اغتياله كاتب على صفحته في الفيسبوك بأنه تلقى تهديدات وأنه شيعي. أي كل شيعي يعارض إيران، يعارض هذه المنظومة الإرهابية الإجرامية، مصيره القتل. لماذا؟ هو هذا نوع من السياسة النظام الإيراني في لبنان وحتى في العراق. كثير من الإعلاميين من الشعراء إذا وقفوا ضد مصلحة النظام الإيراني في المنطقة بالتأكيد يكونوا تحت تهديد وقتل النظام الإيراني. وهذا صار في حدث في لبنان. لا يوجد أي قوة إرهابية وقوة لتهديدات الشعب اللبناني غير حزب الله. وحزب الله يعني جزء من حرس الثوري الإيراني، يعني نسميه حرس القدس الإيراني، جزء من حرس الثوري. وكما يوجد 25 جماعة خاصة في العراق تابعة للنظام الإيراني بس لإجراء عمليات اغتيالات إرهابية لمصلحة النظام الإيراني. فهذا يدل، هذا الإعلامي أستاذ لقمان سليمان كتب للشعب اللبناني ما هو ضرر مداخلة الإيران وما هو ضرر وجود حزب الله في لبنان. لبنان كانت جنة للدول العربية في بداية الثمانينات، والآن وين صار لبنان؟ وين صار لبنان الثمانينات؟ وين صار؟ يعني هذا النموذج لوصول لسلطة إيران، وين ما يكون إيران تدمر هذا المنطقة نهائيا. شوف يعني نرى
المناطق العراقية. رجع العراق بعد 50 سنة ما ترجع مثل الأول. أنا شفته بالثمانينات والتسعينات. وشوف لبنان كان أحلى منطقة في لبنان في بيروت كيف دمرها بانفجار قوي، ودمر يعني منظرة وهيكل الحلو للبنان. وهكذا سوريا، أنتم من الرجاوى عندكم معلومات أزيد. وين صارت سوريا؟ هذا سوري بلد الشام القديم. والآن الحوثيين كيف يتعاملون في لبنان في يمن، والآن أرسل القوات إلى جنوب أفريقيا وبعض مناطق أفريقيا، وهدفه لتدمير المناطق وحتى هو يكون مسيطر دائما في المنطقة. فأي شعوب ذكية الآن يفتهم وجود الإيران ضرر لهم تاريخيا ثقافيا وحريا. فهذا أستاذ عارف، إيران ليس النظام الخميني والإسلامي حاليا، إنما من تاريخها، يعني منذ اتفاقية شالديران اللي قسم كردستان لأول مرة بين الصفويين، يعني كان والعثمانيين طبعا. إيران لعبت دور الإرهاب المنظم، يعني تحت حجج كثيرة، أهمها قيام الدولة الطائفية الفاطمية، يعني المقصود بالشيعة، وهم وغالبية الشيعة بريئين منهم. إيران تاريخيا تشكل عنصر إرهاب ولا استقرار والفوضى في كل المنطقة، يعني ليس منذ أيام الخميني إنما من مئات السنين. نعم، أنا كنت في مؤتمر في القاهرة وقلت كثير مرات يوجد أي سلطة فارسي في تاريخ قبل، إذا نرجع قبل آلاف يعني مئات السنين، وأي فكرة إمبراطوري فارسي يعني خطر للأمن واستقرار الأمن في المنطقة. هذا قانون، يعني هذا أثبت التاريخ. إيران لديهم حلم إمبراطوري فارسي. هذا الإمبراطوري فارسي يكون مذهبي أو شيعي، يكون كومونستي منصوري حكمتي، يكون علماني، يكون سلطنتي أو شاهي. هم هدفهم يسيطرون، يرجعون الإمبراطورية الفارسية كما يحلمون بها. هم يقولون مو بس الكردستان، كل أجزاء الكردستان، يقولون الباكستان وهندستان وكلستان تابعة لهم، ويحلمون أن يسيطروا على نصف الشرق الأوسط ويرجعون الحكم الإمبراطوري فارسي. أما تاريخيا لا يوجد شيء باسم الفارس. مثلا احنا كم إذا تذكرون قبل أسبوعين إهانوا الزاي الكردي، الملابس الكردي، وكمان أهانوا زي ملابس العربي، وكمان على البلوشي لأنه لهم حق. هم تاريخيا ما عندهم أي ملابس خاصة لهم، لا عندهم أي لغة خاصة لهم. مثلا وراء سقوط الحكام المات في زاغروس فتأسست حكومة خامنشين، هم ما كان عندهم أي لغة، فسرقوا من اللغات الكردي والبلوشي والعربي وتأسسوا شيء باسم لغة فارسي. الآن مثلا ما عندهم أي شيء تاريخي تثبت هذا خاص لهم الفارسيين. كل التاريخ الموجودة في منطقة للشعراء والأدباء والمثقفين لو للشعب الكردي لو للبلوشي لو هم سرقوا الثقافة كلهم لهم، والآن بدأوا لتدمير آثار الثقافة الكردية. والآن يحاولون في مدارس أنه شعب كردي أو طلاب الكردي لا يستعملون الملابس كردي ولا يتكلمون باللغة الكردية، ويجيبون يوميا لغات جديدة ونوعية من ملابس جديدة. هدفهم أنه يخلصون شعب كردي من كل إثباتات هويتها حتى يبقى الفارس الحكم والسلطة والتاريخ كله لهم، وهذا هدفهم. فهم أنا أقول الفارس شاطرين لإسراق ثقافة الآخرين كشيء ميراثي لهم، ليس لديهم أي شيء خاص لهم. إذا عندهم شيء خاص لهم أنا أشكرك أن تقول، يعني شفت ورأت وقرأت أنه هم يعني كلام العربي مثلا فارسي، يعطيني جملة فارسي ما بها 70% عربي. أنا أقول لك نموذج من زمن الشاه، وزير ثقافة آنذاك الإيراني قال للشاهنشاه الإيراني محمد رضا شاه: سيدي نحن ناس يعترض علينا كل لغتنا بها عربي، فأرجو أنت القرار حتى الشعب لا يستعملون كلمة العربي. شنو كان قراره؟ اسمع: أكيدا استعمال لغات عربي ممنوع. أست كانت فارسي، كل القرار كان عربي هم. فلما شاف الوزير قال: سيدي هذا هم كله عربي قرار. قال: ما عندنا دي. قال: يعني هذا دلائل أنه يعني والآن يحلمون يسيطرون على كل الشعوب الفارسية. بس لعلمكم ولعلم كل المشاهدين العزيز، الشعوب غير فارسية قاموا، الشعوب غير فارسية ككرد كبلوش كعرب الأحواز كتركمن كآذري ككاسبياني كقشقاي كجيلكي لا يفتخرون بإيرانيتهم وينكرون أنهم جزء من الإيران، ويقولون نحن لازم يكون عندنا استقلال كامل. وكما توسعت الاتحاد السوفيتي من 91 هذا الحلم موجودة في داخل الجغرافيا مما يسمى بإيران، لأنه إيران احتلت
واحتلت المناطق الشعوب غير فارسية، ولا يقبلون يرجعون تحت علم واحد ويرجعون تحت سلطة الفارسية، لأنه فارس بس يريدون حكم لهم. كلامهم حلو في ساحة السياسة بس بالله هدفهم غير شيء. أستاذ عارف معناته لذلك تشالديران وقد قسموا كردستان ما بين العثمانيين والصفويين هم يلتقون بميزة القتل والدمار. العثمانيين والصفويين كانوا يلتقون بالإرهاب والسرقة واللصوصية. يعني أنت ذكرت أمثلة أنه لغتهم كلها لغة عربية من كردية من مختلف شعوب المنطقة. يعني إذا ليس لهم تاريخ، ليس لهم شيء يخافون عليه. يعني نرى الخداع الكذب، نرى كيف خدعوا قاضي محمد في جمهورية مهابات، كيف الخميني خدع قاسم له وبعده أحمدي نجاد رئيس دولة كان زعيم عصابة وراح نفذ عملية اغتيال بقاسم له ورفاقه. يعني تاريخ نشأة مشبوهة وتاريخ أسود. يعني فينا نسمي إيران بهذا الوصف. بالتأكيد. حتى إذا ندرس يعني أشخاص مثل حضرتك تاريخي يدرسون قضية اتفاقية تشالدران من 15-14، آنذاك كانوا رأوا أنه الشعب الكردي شعب قوي في ساحة المنطقة وفي ساحة السياسة وفي ساحة قوات عسكرية، ففكروا أن يقسمون هذا الشعب المتحد في تشالدران. آنذاك لا كان يوجد حدود باسم غرب أو شرق أو شمال أو جنوب كردستان. كانت اتفاقية تشالدران هو كان هدف لتفكيك الشعب الكردي المتحد وانفصلهم. الآن نحن يوجد عنده يعني تقريبا العدد يوصلنا ما بين 3 إلى 4 مليون كردي في خراسان، وكثير منهم يعني وكثير من المثقفين ومؤرخين التاريخ كتبوا عليهم. الآن عندهم حكومة باسم كردخانة، يعني هم حدود لكازاخستان وحدود لأفغانستان، وهم يعني مسيطرين على منطقة خراسان وكل مناطق بيد الشعب الكردي، لأنه يعني نفس الشعب انتقلهم من تشالدران إلى خراسان. بس هم هدفهم أن يعني أن ينفصلون الشعب الكردي بما بعد وأن ينهون الشعب الكردي في ساحة. بس بالعكس، المقاومة الشعب الوحيد في تاريخ أثبتت عليهم الضغط عالمي وضغط 4 دول مجاورة، ولكن بقوا لأنهم مقاومتهم يعني قاوموا مع الاحتلال وبقوا لحد الآن، وصاروا أمر الواقع واقعي، وصاروا الشعب حقيقي في الشرق الأوسط. بدون الشعب الكردي لا ينحل أي مشكلة في الشرق الأوسط. وهذا دليل من مقاومة الشعب الكردي من 15-14 لحد الآن بقوا. كثير من الشعوب أخرى هكذا كان عليهم مؤامرة راحوا وانتهوا من المنطقة. مثلا آشوريين كانوا جمعية كبيرة في العراق وفي سوريا وفي دول مجاورة في دول بلاد الشام، بس وين وصلوا؟ ما قدروا أن يقاوموا، ولو كان لديهم دعم مسيحي ودعم دول عالمي، بس ما لأنه مقاومة ما كان بقد الشعب الكردي لوين وصلوا. لو كان بيد الفارسي من آلاف السنين انتهى الشعب الكردي، بس بقى كحلم. والآن يعني نرى أنه مقاومة الشعب الكرد في الرجابة في الرشرات في باكور في باشور نرى لوين وصل، بأي المشكلة عندنا، بأي حجات الأخرى، بأي مشاكل مثلا إدارية، مشاكل اقتصادية، مشاكل ولكن بقينا كشعب مقاوم في الساحة. والفارس هذا راح يكون سقوط نظام الجمهورية الإسلامية، يعني سقوط الحلم إمبراطورية فارسية في الشرق الأوسط. نحن كمان إن شاء الله سنقاوم المشاكل التقنية التي اعترضتنا على دخول الأستاذ مسعود الفاكر الاستوديو. نتمنى من المخرج الأستاذ عبد الباقي والزميلة العزيزة يسرى بالاتصال معه مجردا أن نتعبك الآن. أستاذ عارف المفروض كانوا ضيفين وسنتعبك أكثر بالأسئلة، فأعذرنا. يعني أستاذ عارف لندخل طبعا إيران، أنت أعطيت لمحة أنه منذ نشأتها تاريخ مليء بالإرهاب المنظم. بس طبعا ليس فقط مع الكرد وإنما مع العرب. الأحواز كان المفروض يكون ضيفنا اليوم من الأحواز ومع كل الشعوب غير الإيرانية، وخاصة أنت الآن رئيس حركة أو تحالف ليبرالي سميته تحالف زاغروس للشعوب غير الفارسية. طبعا بداية يا ريت لو تتحدث عن هذا التحالف، شو مهمته، ما هي القوى المشتركة فيها، شو خططكم المستقبلية النضالية؟
نعم. نقدر نقول هكذا المشاكل الكردي في هذا 4 دول يختلف عن مشكلة كرد في شرق الكردستان، لأنه مثلا في العراق كان بس شعب كردي، والشعب الثاني في منطقة مهما يكون السني أو الشيعي كان شعب عربي. لذلك الصعب على الشعب الكردي في هذه الجزء أن يوصلوا إلى استقلالهم، لأنه ما كان الضغط قوي في داخل العراق. بس في الجغرافيا مما يسمى في إيران يوجد الشعوب أخرى الآن بدأوا بنضالهم لاستقلال كامل، ليس لا للأوتونومية ولا للفيدرالية. هو أحد منهم الشعب العربي الأحوازي، والثاني البلوشيين، والثالث التركمانيين وآذريين. لا أحد منهم رفعت شعارات أوتونومي أو فيدرالي، فكلهم رفعوا شعارات الاستقلال. فهذا يبسط عمل السياسي إلنا في المنطقة نحن ليس وحيد. وأما الشعب الكردي هذا شيء تاريخي وحقيقي. نحن كنا أول الشعوب يعني بدأنا بنزال عملي، فالحمد لله بعد المعامرة القميع الجمهوري الإسلامي وصلوا شعوب أخرى إلى حالة هذه الحقيقة لازم يقاوموا مقاومة جدية واختاروا طريقة الاستقلال. فإحنا دخلنا في كثير من الاتحاد العمل مع شعوب أخرى، وفي الأخير وصلنا إلى هذه الحقيقة لازم يكون عندنا تحالف للعمل المشترك. هذا ليس مثل جبهة لشعوب غير فارسية، يمكن من المستقبل أن يأسس جبهة كاملة لشعوب غير فارسية أو للمعارضة النظام الإيراني. فهذا تحالف الزاغروت تأسست بعد 5 أشهر عمل وجلسات، اتفقنا وأعلنا تأسيسها من 5 جانيوري هاي السنة في مؤتمر صحافي بمشاركة مؤتمر صحفيين في أنحاء العالم. مثلا جريدة ارفع صوتك تابعة للكونغرس الأمريكي كان معنا، تلفزيون كيب 24 المصري كان معنا، صحافة أوروبا الحرة كان معنا، يروساليم بوست كان معنا. يعني كثير من الإعلاميين الآن كان موجودة في يوم تأسيسها. وهذا التحالف هذا هو أنه العمل المشترك عن طريق الدبلوماسي مع الدول العربية، مع أمريكا ومع إسرائيل، بدون أي خوف وبدون أي خط الأحمر. وعمل دبلوماسي، عمل إعلامي، عمل ثقافي لوصول صوت شعبنا إلى شعوبنا المشترك في كردستان وأحواز وكاسبيان. تأسس من 3 أحزاب، هو حزب سربسي كردستان، الحزب الليبرالي الأحوازي، والحزب الديمقراطي كاسبيان. والآن الباب التحالف مفتوحة لجهات أخرى، ارسلنا رسالة دعوة إلى جهات أخرى، فأعتقد راح يزيد كم حزب أخرى إلى هذا التحالف. وبدأنا بعمل لمدة قليل، وصلنا عمل إلى هدف، وعن قريب راح نخبركم أنه راح نحن نكون جزء من منظمة كبيرة في عالم للمحكمة الجنائية ضد النظام الإيراني، ويكون عندنا كثير مشروع راح نسمعه إن شاء الله مستقبلا. فهذا نوع من عمل مشترك. موفقين بنضالكم، ونتمنى لكم كل الخير، بتحقيق الأماني بتطهير إيران من رجس هذه العصابة الإرهابية الحاكمة. أستاذ عارف، لو نحكي عن إرهاب وإجرام النظام الإيراني يعني يمكن نحتاج لحلقات وبحوث كثيرة. طيب لماذا برأيك وأنت رئيس حزب كردستاني، لما في المحتلة الإيرانية، طبعا في الجزء الشرقي المحتل إيرانيا، لماذا هذا السكوت العالمي عن هذه العصابة الإجرامية التي تزعزع استقرار كل منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول العالمية كمان؟ يعني لماذا هذا الصمت الدولي؟ دونالد ترامب حينما استلم وبدأ بإجراءات سأدمر إيران كذا، إيران الآن تملك ترسانة نووية، ترسانة من الأسلحة النووية. يعني لماذا؟ هل إيران تخدم مصالح أمريكا وهي العدوة الشكلية لأمريكا؟ وإلا لماذا العالم لا يستطيع تطهير إيران من هذه العصابة؟ باعتقادي أنه انقسمت قدرة العالم إلى قسمين، ورفعت اتفاقية أربعينات كما يقولون المتفقين والمتحدين. فالآن قامت الاتحاد السوفيت ومع الصين ومع يعني روسيا الحالي والاتحاد السوفيتي القديم مع الصين وقفوا باتجاه إيران، حتى الأمريكا ينحسب عليهم، لأنه هم يريدون يكونون نوع من السلطة مقابل أمريكا، أو نوع من المنافس باتجاه الأمريكا. فهذا سوى بعد العمل أنه بعض الدول لا يدخلون، يعني بقوا في الوسط. فإيران يستغل هذه المشاكل الموجودة في الشرق الأوسط في عالم ما بين أمريكا وبعض أي دولة. مثلا أمريكا عندها مشكلة مع جنوب أمريكا، فإيران يستغل هذا الاختلاف ويدخل إلى جنوب أمريكا، مثلا
إذا أمريكا عندها مشكلة مع السوفيت راح يدخل إلى روسيا ويتفق مع روسيا مثلا. فهذا أو عن جانب شراء السلاح من الصين، من السوفيت أو من روسيا. روسيا يحتاج المشتري دائم لسلاحه. لما سقط النظام إيران ضاعت من عنده أحسن مشتري في ساحة مثلا. فلهذا المصلحة الاقتصادي ومصلحة القدرة في الشرق الأوسط أنه يعني يتعامل بشكل الدول لا يخربون مصالحهم مع إيران ومع روسيا ومع غيره. فهذا دليل واحد. والدليل الثاني، ما حد من يعني كثير منهم لا يريدون مشكلة الإيران يدخل إلى بلدهم. بس الآن الحقيقة وصلوا بعض من الدول العربية لهذه الحقيقة، وجود دولة الإيران خطر لهم. والآن جاء الدول العربية أكثرهم راحوا باتجاه تحالف واتحاد مع أمريكا ومع إسرائيل. وموضوع الثالث أخرى هم تأسيس الاتفاقية السلام أبراهام، نوع من السياسة أنه بعد الدول العربية من إيران باتجاه إسرائيل. وهذا الاتفاقية باعتقادنا اتفاقية ناجحة مميزة تاريخيا. فهذا بهذه الطريقة إيران من يحاول أن يخلق مشكلة ثانية في المنطقة يكون رد الفعل لتحالف أبراهام. فهذه كل دلائل احنا نرى أنه شعبنا هو يكون ضحية في هذه. بس بالتأكيد وحسب معلوماتنا وتحليلات الأشخاص أمثالكم في داخل وخارج أنه هذا يكون نهائي لتاريخ العمر السلطة النظامية للجمهورية الإسلامي. فلما تأسس أمريكا، لما استسلم يعني سلم المنطقة إلى دول إسلامية، كانت نوعا من المنافسة لضد الشيوعيين. آنذاك كان الاتحاد السوفيت لها دور، يعني كان لها دور قوي لإجماع الأحزاب السياسية في الشرق الأوسط يكونون من طبقة السوسياليستي والكومونيستي ضد إمبرياليزم الأمريكا. ففكر الأمريكا عن جانب السلاح ما كان يقاومهم، فبدل إيران من إيران السلطة الشاهي إلى جمهورية إسلامية، وبدل الأفغانستان إلى حكومة إسلامية. فهذا كان نوع حرب ما بين إمبرياليزمين، الإمبرياليزم الأمريكي والسوسياليست الاتحاد السوفيتي. الآن تغيرت الوضع. أمريكا بعد ما يحتاج يبقى هذه الجمهورية الإسلامية لأنه انتهت مصالحهم، ما هم راح يغيرون بطريقة أخرى. فأعتقد أخير محاولة يكون من طرف الجمهورية الإسلامية يمكن يكون يعني تول سنة أو سنتين، ما بقى له شيء جديد أن يستغلها أو يستغل الشعبية. الشعب وصلوا إلى درجة الفقر أعلى درجة في تاريخ الإيران. الآن ملايين الناس بالشوارع يتنامون على الكرتون، بالملايين الناس يبيعون يعني أجساد بطنهم وكليتهم حتى يعيشون. يعني ناس يبيع أطفاله بالشوارع. يعني التحمل والصبر ماكو أمل أن يغير الاقتصاد أو يتحسن الاقتصاد الإيراني. فهذا نوع من انتهاء العمر هذه النظام. عفوا تولد أنا. إن شاء الله إن شاء الله قريبا نشهد نهاية هذا النظام. ونحن الآن يبدو الأستاذ عبد الباقي والكنترول عم بيخبرنا أنه هناك الأستاذ موسى الشريفي. طبعا نحن في برنامجنا دائما نضع ضيفين، ضيف احتياطي وضيف نتصل مع ضيفين، إذا أحدهم غاب فالآخر. يعني عملنا ذلك مع الأستاذ مسعود الفك، فقال بديل ليكون الأستاذ موسى الشريفي وهو سياسي وإعلامي عربي أحوازي من إيران. يبدو أن الأستاذ عبد الباقي نجح في التواصل معه وسيكون معنا قريبا، يعني خلال لحظات على ما أعتقد. أستاذ عارف، أنا أتمنى لا ينادون أحوازيين، هم أحواز الإيراني. هم يعتبرون نفسهم أحواز جزء من أمة عربية ودولة عربية وليست جزء من إيران الفارسي. فهذا أنا أسمع من كل أحوازيين. وهذه حقيقة يعني أستاذ عارف. ما بعرف هل الأستاذ موسى الشريعي جاهز معنا؟ ما بعرف. أتمنى يدخل قريبا جدا. ريثما يدخل الأستاذ عارف لنعود إلى الوضع الإيراني، إلى كردستان الشرقية، إلى المحتلة إيرانيا. للأسف الحالة الكردية المتشابهة في كل الأجزاء الكردستانية، في الخمس أجزاء الكردستان يعني متشابهة. دائما تفكك نتيجة السياسات العنصرية والإرهابية الممنهجة ضد شعبنا وقوانا السياسية. فحالكم ليس يبدو بأفضل من حالنا في إقليم كردستان سوريا. هناك انشقاق واختلافات بالرؤى بالسبل النضالية بين القوى النضالية الكردستانية.
لماذا هذا التشتت ولا وحدة، وخاصة أنتم تجابهون أشرس عدو تاريخي يعني يفتك بالكردي أينما وجده؟ نعم، أنا تكرارا ومرارا أقول هذا الشيء. كل الشعوب في أنحاء العالم لها خصوصية خاصة أعطاها ربنا، والشعب الكردي عندنا خصوصية أن نتحد، بيناتنا عندنا مشكلة، فهذا كل واحد كلنا نسأل على ثاني، بس ما حد. بالنسبة لنا كحزبنا أنا أقدر أجاوبك، نحن كحزب سربستي كردستان لا يوجد، ما عندنا أي مشكلة قومي مع أي حزب كردي. يمكن يكون اختلاف عقائد كيفية العمل، نحن مؤمنين بعمل إلى استقلال كامل، لأنه نحن درسنا مهما نحن نتحدث عن الأوتونومي عن الفيدرالي، الطرف مقابلنا يعتبرها يعني تفكيك، أو يعتبرنا نحن الاستقلالية، ونحن نريد ندمر بلدهم، فلا يقبلوا لا يستقبلون أي فكرة أخرى. فنحن شعب تاريخي، وأصل أجداد وآبائنا موجودة في هذه المنطقة، وإلنا حق نطلب استقلاليتنا، يعني مو نطلب استقلال، نطرد الاحتلال في منطقتنا. فهذا نوع من فكرنا. أما نقدر نتفق ونتحد مع كل أحزاب كردية في شرق الكردستان للنقاط المشتركة. الحمد لله لا يوجد يعني مشاكل داخلي في شرق الكردستان إلى مسألة الخوف، بس أخو اختلافات، ولكن يعني ما شكل الاتحاد العمل القوي في شرق الكردستان هو هذا دليل. فأتمنى أن كلنا نتحد ونتفق عليه عن أقرب وقت. أستاذ عارف، أنت ذكرت أنه الشعب الوحيد الذي بقي صامدا ومقاوما بكل ما لهذه الكلمة من معاني هو الشعب الكردي، رغم كل الإرهاب المنظم، الإرهاب والإجرام المنظم بكل أنواعه ضد شعبنا، وبقي محافظا، بقي على أرضه التاريخية. ذكرت آشوريين والكلدان كانوا شعوب أساسية في المنطقة، الآن بقوا أقلية، وكل التحية لهم يعني. ولكن رغم هذا، لماذا هذا يعني حينما نأتي إلى وحدة المواقف، إلى وحدة الجبهات العسكرية، إذا وحدة المواقف السياسية، إلى وحدة الجبهات العسكرية، دائما أقولها للسياسيين الكرد في إقليم كردستان سوريا، طالما كل أحزابكم هدفه هو حرية وكرامة الإنسان والوطن الكردستاني، فلماذا هذا التعدد؟ في حزب مثلا في 5 أحزاب عندنا بروج أبا، وكذلك عندكم بروج هلات يحمل نفس الاسم، أكثر من حزب، يعني أحيانا 4-5 أحزاب باسم واحد. لماذا هذا التشتت يعني؟ ألا يوجد هناك برأيك، وأنت سكرتير أحد الأحزاب الرئيسية في كردستان إيران، ألا يوجد حلول أنه تتحدوا بالمواقف السياسية والجبهات العسكرية؟ قصدك ليس كردستان، قصدك شرق الكردستان. نعم، شرق كردستان. مع الأسف الاختلافات الآن وانشقاقات صارت في كل أجزاء الكردستان، ليس بس في غرب وفي شرق الكردستان، لا، يعني كل الإشقاقات ليس على حجة فكرة سياسية، كل أفكار غير سياسية، اتفاقات يعني علاقات شخصية في قيادات الحزب لا يتفقون بيناتهم، مصالح المسؤولية، مصالح القيادة للحزب ورئيس الحزب وذاك يكون حزب في هذا الاختلافات ليس اختلافات سياسية حتى نحن نستفيد منها. كل الإشقاق يكون جزء من ضرر أنه عدو يدخل بيناتنا بس. أما مسألة القومية في حالات الطوارئ، احنا رأينا اتحاد الشعب الكردي في كل أنحاء العالم. مثلا الحرب داعش، يعني الشعب الكردي كان غير مباشر، كنا متحدين في كل أجزائها. مسألة الريفراندوم، استفساء في إقليم كردستان، قامت كل الكردستان حتى كردستان الأحمر أو كردستان السور في مناطق في الاتحاد السوفيتي السابق، يعني مناطق مختلفة، لا ما أقدر أقول في منطقة واحد، كان كردستانيون في الاستفتاء الكردي الصيني، الكردي الأمريكي، كل الكرد في الاستفتاء وقفوا مع الاستفتاء أكيد. الحمد لله، يعني الحمد لله بالملايين كردي في أوروبا هم كلنا قمنا وتحدنا. يعني إذا يوجد شيء مثلا مهم يحلق أو يحدث في كردستان، بالتأكيد الإجباري لازم نتحد. ولكن في نوروز حينما نحتفل بنوروز نذهب نقول عاش القائد سكرتير الحزب الفلاني وعاش حزبه، ثم نقول أخيرا عاشت كردستان. لماذا؟
يعني شرق الكردستان يختلف عن جانب الثقافي، مع كل احترامي للأجزاء الأخرى. شرق الكردستان رأوا الحوادث صارت في أقليم كردستان، رأوا الحوادث صارت في رجعة، فصارت نموذج. الشرق الكردستان لا يستقبلنا احنا نفكر احنا احسن منهم واقوى منهم عن جانب العلمي والسياسي، لا. يعني الثقافة الدراسة في شرق الكردستان وصل إلى درجة عالية. يعني أفخر منطقة في شرق الكردستان، أفخر يعني قرية يوجد في داخل القرية أزيد من 25 دبلوماسي أو ماجستير أو دكتوراه. فالشعب شعب حي، يعني ما يقبل من الأحزاب، يرجعون إلى البلد ويبدأون بحرب الداخلي. والآن الحمد لله لا يوجد الخوف لحرب الداخلي في شرق الكردستان. الآن الحزبين الديمقراطيين وكومالتين انشققوا بيناتهم، بس مهما يعني كما يشققوا بيناتهم بس شكلوا اتحاد العمل المشترك. يعني من حزبين الديمقراط وحزبين الكوملا عضو في هذه يسمون مركز ناودي هاوكاري، يعني مركز التعاون بين الاحزاب الكرديه في شرق الكردستان. فهذا يدل انه حزبين. وهناك حزب ازادي له بيشمركه ايضا. البيشمركه لحد الان ما اتفقوا، يعني يشكلون اتحاد بيشمركه الساوي. يعني هذا يدل اكو ديالوج. نحن كاحزاب استقلاليه بدانا باتفاق مع احزاب اخرى نشكل جبهه استقلاليه في شرق الكردستان. معناته مساله الاختلاف اعتقد راح ينتهي في داخل كردستان. وتاريخيا نحن يعني نأمل ذلك بشرى. نتمنى من هذه اللحظه يتحقق. هذه احد امانينا. نحن عدونا عدو كبير، عدونا يحاول يخلق مشكله، عدونا يصرف الملايين دولار حتى يخلق مشكله في داخل كردستان. يا ريت عدو واحد، اعداء مش عدو واحد. ايران خاصه، ايران الى دور في داخل الكونغرس الامريكي في كنيس اسرائيلي، كيف ما يقدر يدخل الى كردستان؟ لانه هذا النظام عمل ارهابي وعمل اشغالي وفتنه، فبالتاكيد يقدر يسيطر ويدخل الى غرب كردستان ويشتري بعض الاشخاص الضعيف ويخلقون مشكله في داخل. انت اذا عندك 20 عدو مو بقى عدو واحد في عائلتك. العدو يعني اذا يكون واحد في عائلتك يكون ضدك يتاثر ازيد من 20 دوله ضدك. فهذا نوعيه من المشاكل نحن متعودين معها. انت تعرف المئات السنين تاريخ الكرد كله احنا شفناه ورأينا كيف تمر تاريخ الشعب الكردي، وبالتأكيد هذا الشيء راح نمر وإن شاء الله نوصل إلى استقلال كامل. أنا تجيني إنذار منه ومنها الوقت إذا يساعدني بها. أشكرك. إنذار ثواني بس سنخلص. بس سؤالي يعني الأخير، أنت يعني في أسئلة كثيرة نتمنى. طبعا نحن الآن نواجه 3 أعداء جراثيم تهدد وجود الأمة الكردية، اللي هو التحالف القذر ما بين الإيران العنصرية الإيرانية، العنصرية التركية، العنصرية العربية، وطبعا نقصد بالأنظمة يعني تحديدا. هل ترى مستقبل قريب، أنت قلت قريبا سيسقط هذا النظام الإرهابي في إيران؟ بعد السقوط هل هناك آمال لنرى في أضعف الإيمان إقليم كردستان إيراني حر كإقليم كردستان العراق؟ شرق الكردستان، شرقي كردستان. تماما. أحييك شرقي كردستان. أنا متأكد أنه سقوط هذه النظام قربت، لأنه المشاكل الداخلية زادت. مثلا في 2020 نحن رأينا كثير حادثات حدثت وكثير الكذب الحكومة مع الشارع، وشارع يعني وصل حتى الإعلاميين في مذيعين في قناة يعني استقلوا، لأنه هم وصلهم خبر التيار الأمريكي كان الخلل في داخل التيار، وثاني يوم سمعوا خبر أنه هذا عمدي، وثالث خبر أنه فاستقلوا يعني طلعوا من قناة وقالوا نحن خجلانين قدام الشعب. مثلا الحوادث زادت، اغتيال قاسم سليماني واغتيال الشخص المسؤول من مستوى العالي في هذا أثبت أنه أكو مشاكل داخلي، وأكو كثير من المسؤولين الكبار في النظام اتحدوا مع أو اتصلوا مع قوات أمنية الخارجية. فالأمن الداخلي يعني الاتحاد كان بين كبار الحكومة، انشققوا راحت الاتفاقية بيناتهم، فكل مسؤول يحاول أن يفتح علاقته مع دول الغرب. فهذا يتأكد أنه الاتحاد كان موجود برئاسة علي خامنئي، انفصلت هذه الاتحاد وراحت الكنترول على المسيطر الأمني في كل داخل، وخاصة الشعوب غير فارسية لا يستقبلون أي قدرة ولا يستقبلون أي مداخلة أو وصول أي أسرار حكومي إلى مناطقهم فيكشفوها بسرعة. هذا يدل أنه ما بقى مكان أنه نظام أو مسؤولين في الجمهورية الإسلامية يسيطروا على المنطقة
فكثير من الدلائل يقنعنا ويوصلنا إلى هذه الحقيقة أنه هذا النظام قرب للسقوط. فهذا السقوط رأينا السقوط في العراق، ورأينا المشاكل في سوريا، ورأينا المشاكل في تركيا. إذا إحنا ما نكون متحدين فنحن خسرانين. ولماذا نحن نعيد هذه تاريخ الخسارة وراء الخسارة؟ فضروري نحن نتحد. فأنا كرئيس حزب سربسي كردستان طلبت كثير مرات لازم إحنا نشكل دولة أو حكومة شرق الكردستان في منفى، حتى يكون عندنا دولة جاهزة لما نرجع على الأقل نحن نحكم على هذه الدولة لمدة 6 شهور حتى الشارع الكردي يكون جاهزين للانتخابات العامة. فهذا من الضروري. نحن لازم نشكل مؤتمر قومي الشرق الكردستاني أو حكومة شرق الكردستان في منفى. فهذا حتى الطريق الوحيد والحل الوحيد. أستاذ عارف، الحديث معك رائع، وسأكون بسؤالي الأخير. سؤال يعني أسئلة كثيرة، ولكن لضيق الوقت ومشان ما نتعبك، سؤالي الأخير سؤال رائع ورد من زميلنا عفدال تلداري، بيقول: من عدونا كسر ولكن أكثر الأعداء خطورة العدو الأخ، يعني الخونة المرتزقة. هل وهو الذي يدمر كل، يعرقل، ولا نقول يدمر، يعرقل كل خطوات نجاحنا، كل خطوات الوصول إلى استقلالنا. ما هو السبيل؟ وأنت سكرتير حزب كردستاني، لا أحبس حتى أنا أقول كردستان سواء في إيران أو سوريا. أنا أعتبر دائما كردستان هو قناة تيفتي والاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، ننظر إلى كردستان كأرض وجغرافيا واحدة يعني، ولكن نتيجة اتفاقيات عنصرية استعمارية جزئت. لذلك برأيك وأنت سكرتير حزب كردستاني، كيف، ما هي السبل للقضاء على العدو الأخ كما سماها عبد الخان تلداري؟ أنا كلمت، أنا شرحت أنه إذا يكون عندك 20 عدو خارج حدودك، مو قد أن يكون عندك عدو في داخل بيتك. بالتأكيد العدو الأخ هو كان السبب من كل تاريخنا. إحنا ما وصلنا إلى نجاح كامل. إحنا إذا نقرأ تاريخ في جمهورية مهاباد وجمهورية أرارات وكل العمارات الكردية كانت آنذاك في رجاوة في شرق الكردستان في غلب، كل المشاكل العدو تاريخيا ما سيطروا على الشعب الكردي عن طريق الحرب، فهم سيطروا على الشعب الكردي عن طريق الفتنة الداخلية وعن طريق اختلافات داخلية. نحن الشعب قوي لندافع، بس لسنا قويين تاريخيا ولسنا كنا متفقين. فأتمنى أن نستفيد من تاريخ، بس هذا ليس بس شعبنا. الشرق الأوسط بأكملها يتورط في هذه المشاكل. نحن لا تعتقد أنه أحزاب الأحواز المتحدين ولا بلوتشين، هذه الاختلافات موجودة لأنه عدونا عدو كبير، يعني عدو ليس عدو بسيط، عدونا عدو كبير لديها تاريخ فتنة وتاريخ المشاكل في المنطقة. مثلا جزئين من الكردستان تحت الدول العربية هم من تاريخيا كان لديهم إمكانات كيف يحاربون الشعب الكردي عن طريق الإعلام، عن طريق الإرهاب، وهكذا إيران عن طريق الدين الإسلام، عبر ما يسموه بغزواتهم بالفتوحات. فنحن لازم نقول الحمد لله بقينا، يعني بقينا في كل هذه التاريخ يعني. وسنبقى أستاذ عارف، وسنبقى وسنشهد إعلان جمهورية كردستان. الآن أنت ترى نحن عندنا قائد بارز مثل السيد مسعود بارزاني الإيراني يحاول أن حاولها بكثير. كل التحية له باسم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد واسم قناتنا طيب تي في، والله يديم بأمره، فعلا هو الأمل الذي نرجو إليه. إيران يعرف أنه سيد بارزاني حتى الآن ليس عنده أي مسؤولية في إقليم كردستان، ولكن أي وزير عالمي يجي يزور إقليم كردستان يروح للبيت المسيف بدون ما هو يجي يستقبله. الرؤساء العالم يروحون عنده، معناته هذا الرقم وإلى السمعة الجماهيرية وتاريخية. إيران يحاول بمبلغ كبير أن يصنع الفيلم، أفلام حشاكم المسخرية، حتى على أساس يخفف شخصية البارزاني، بس بالعكس هذا الفيلم زادت سمعة البارزاني في أنحاء العالم وفي أنحاء الكردستان. فهذا دليل أنه يوجد عندنا شخصيات بارزة العدو لديهم خاصية واختلاف ويحاولون أن يخلقون المشكلة. قاسم سليماني يقول أنا ب70 شخص حررت أربيل. أوكي، ولماذا أربيل عنده 2000؟ يعني أقليم كردستان ليش عنده 2000 شهيد؟ وليش عنده حوالي 10,000 مجروح؟
ولماذا أحد من جماعة قاسم سليمان قتل؟ أربيل يعني جابوا داعش. كل همهم إركاع مسعود برزاني، ولكن مسعود برزاني سيبقى شامخ. كل هم قاسم الملعون في قبره كان إركاع برزاني، ولكن برزاني سيبقى شامخا. فهم عرفوا أن تقدم اقتصاد إقليم كردستان كانت خوفا لهم، لأنه هذا يتأثر على شرق الكردستان وعلى غرب الكردستان وعلى أجزاء الأخرى الكردستان. فقرروا تركيا وإيران وسوريا وكل يعني اتفقوا بشكل أن يخربوا التقدم السريع في إقليم كردستان، بس هم ما نجحوا. الحمد لله مرت حرب داعش، وهذه الأمور الصعبة موجودة في إقليم كردستان. إن شاء الله هذا ليس شيء جديد لإقليم كردستان. إقليم كردستان تاريخيا مروا بكثير تواريخ صعبة، فهذا راح يمر إن شاء الله ويوصلون إلى استقرار كامل. وشكرا لك. كل الشكر لك أستاذ عارف. إذا عندك كلمة خاصة لإقليم كردستان سوريا لروج آفا اللي نعتبره نحن إقليم الآن طوال السياسية تناضل لأن يكون إقليما كإقليم كردستان العراق، ماذا تقول لإخوانك كل أبناء كردستان الكبرى وخاصة لإقليم كردستان؟ هذه المنطقة أقول تحياتي لكل أجزاء كردستان وخاصة في غرب الكردستان، وكل إخواننا وإخواتنا الغرب الكردستان في منفى في دول أوروبية أمريكية. فأرجو اتحدوا وأطلب من الاتحادين باسم أنكسة وتفدم، فأرجو وصلوا إلى اتفاق كامل، لا يفرحوا عدوكم، وصلوا إلى اتفاق كامل وحاولوا يتقدموا الرجعة. فالآن لا يوجد شيء باسم دولة سورية، انتهت سوريا تاريخيا ثقافيا. فأرجو أن تستغلوا هذه الوقت وحاولوا اجمعوا كل قدرتكم سياسيا واقتصاديا لتقوية الرجعة الكردستان، ويكون أخا وصديقا واتحادا مع أجزاء أخرى في كردستان. فأرجو لا تخلون العدو يدخل بيناتكم. وشكرا لكم وأستاذ عبد الباقي وأنت أستاذ سليمان وأختنا العزيز وكل المستمعين. فأعتذر منكم إذا ما نحن نشكرك جدا جدا، وننقل لك تحيات الأستاذ مسعود الفك الذي يقول لم يستطع الدخول لمشاكل تقنية إلى البرنامج، ويقول سأكون ضيفكم في الحلقات القادمة، ونأمل ذلك أن نراه قريبا بيننا وتكون أنت أيضا مقابله. كل الشكر لك. سلامي للأستاذ مسعود، ومن هنا سلامي لكل شعب الأحواز المقاوم المنازل في داخل وفي خارج. وكذلك الأستاذ موسى الشريفي كمان يوجه لك تحية ويعتذر بأنه لم يتمكن من الدخول. أهلا وسهلا به. إن شاء الله يكون اتحاد العمل في كرماشة وفي أحواز، ونتفق هنا ونتحد إن شاء الله ضد عدونا المشترك. شكرا لك. نأمل ذلك. ولا بد إذا الشعب أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر يوما، وقدرنا إن شاء الله سيكون قريبا، ونرى كردستان حرة، راية كردستان حرة خفاقة عالية في الأمم المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة. كل الشكر لك أستاذ عارف باوجاني، الأخ والصديق العزيز من كردستان الشرقية كما تحب وكما نحب جميعا. كل الشكر لك. ومشاهدينا باسمكم جميعا نشكر الأستاذ عارف باوجاني، كذلك نشكر من وراء ستار الأستاذ عبد الباقي حسيني وزميلة العزيزة يسرى زوير اللي كانوا معنا. ونعيدكم بالحلقة القادمة، والحلقات القادمة سيكون ضيفين جديدين وموضوع آخر. إلى ذلك إلى الخميس القادم، دمت أستاذ عارف باوجاني وكل مشاهدينا دمتم بألف خير ورعاية الله. شكرا عزيزي.